للأسف أنا كنت بدمر نفسي، لأن معظم الوقت كنت عايش من غير هدف، خصوصا على السوشيال ميديا. بقعد أتابع ناس بتخليني أحس إن اللي معايا مش كفاية، مع إن ربنا قال قليل من عبادي الشكور. يعني قليل قوي اللي بيعرف يشكر. الناس على السوشيال ميديا بتعرض حياة فخمة ورفاهية كدابة، كأن كل حاجة عندهم كاملة، وأبدأ أنا أقارن نفسي بيهم وأشتري اللي معاهم وأنسى اللي في إيدي أصلا، مع إن ربنا قال وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. يعني لو شكرت ربنا هيزودني. ابن كثير بيشرح الآية دي وبيقول إن لما الإنسان بيشكر نعم ربنا بيزودها له بطرق كتير، في صحته، في إيمانه، في راحته وسعادته. فبدل ما أسأل نفسي يا ترى حياتي كانت هتبقى إزاي لو عندي اللي عندهم، أسأل نفسي سؤال أهم: يا ترى حياتي كانت هتبقى عاملة إزاي لو ما كانش عندي اللي معايا دلوقتي؟ لو أنت كمان عندك نفس المشكلة ابعت الفيديو ده لحد أنت بتحبه واعمل فولو عشان نعرف معلومات أكتر من القرآن.